نبدأ نعمل مرقة الكوارع. هذه الكوارع والبصل والثوم وبابريكا والملح والكمون والفلفل الأسود وهذه الزبدة. نبدأ دحين بالتطبيق. نحط الزبدة في القدر، بعد كده نضيف البصل ونبدأ بالتقليب. بعد ما طبعا استخدمنا الزبدة الحيوانية لتكون معانا شوربة كوارع صحية غير الزيت النباتي. الحين نضيف الثوم بعد ما حمر البصل ونستمر بالتقليب. دحين البصل وذب الخلاط. دحين نضيف الكوارع. نضيف البهارات الفلفل والكمون والملح والبابريكا ونستمر بالتقليب. ونضيف الماء الدافي فوق الكوارع. ونقلب ونتركه حتى يستوي، حتى يستوي ونضغطه في الضغط لمدة ساعة. وهذه شوربة الكوارع جاهزة بالعافية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد.